وفي أحدث الأخبار، في إطار الصفقات الجديدة أو أحدث صفقة للنادي الأهلي بعد المشكلة التي كانت تؤرقه في مكان الظهير الأيسر بعد رحيل علي معلول وكريم الدبيس. تم الحصول على توقيع يحيى زكريا لاعب غزل المحلة الظهير الأيسر لفريق غزل المحلة، واللي هو أصلا اكتشاف كابتن حلمي طولان مدرب منتخب مصر التاني اللي هيشارك في البطولة العربية. هنا بيظهر بعض الفيديو بيظهر بعض تحركاته وبعض رفعاته ودوره الدفاعي مع فريق غزل المحلة، سواء دوره الدفاعي أو دوره الهجومي. وواضح من تحركاته اللي هو لاعب جيد، وممكن يكون حل مشكلة الظهير الأيسر بتاعت الأهلي. في الحقيقة الفيديو مش بيعرض كل طبعا المطوشة بتاعت غزل المحلة، بيعرض بعض المطوشة وبعض التحركات ليه، بس واضح إنه لعيب جيد الحقيقة. هيفضل بعد توقيع اللاعب الأهلي عاوز بدأ أو هيبدأ في المفاوضات مع نادي غزل المحلة للحصول على اللاعب. وفي خبر جديد نوفي يعني، آه، غزل المحلة إدارة نادي غزل المحلة أعلنت إن هي عاوزة 60 مليون جنيه في اللاعب للاستغناء عن اللاعب. هل فعلا هيبقى الرقم ده هيدفع ولا هيقل شوية ولا إيه اللي هيحصل؟ الأيام القادمة هي اللي هتقول، بس ممكن يكون هذا اللاعب يعني يحيى زكريا من اللعيبة الصاعدين ومن اللعيبة اللي ليها مستقبل مع منتخب مصر وممكن مع النادي الأهلي، ويبقى ليه دور كبير إن شاء الله. في الحقيقة اللاعب تحركاته رائعة سواء دفاعيا أو هجوميا. الفيديو بيظهر بعض تحركاته، بعض لمساته الدفاعية، أو الرفعات أو الأوفرات اللي بيرفعها. واضح إنه لاعب متميز الحقيقة. في الحقيقة اللاعب كان واضح إن هو لاعب مميز لما شاهدناه خاصة في مباراة الأهلي. دوره الدفاعي ودوره الهجومي كان بارز جدا. بس في الحقيقة اللي اداله الفرصة هو كابتن حلمي طولان في منتخب مصر التاني اللي هيشارك في البطولة العربية. وفعلا اللاعب متألق يعني، سواء مع المنتخب التاني منتخب مصر التاني أو مع فريق غزل المحلة. انتظروا مننا أخبار تانية جديدة وجدا يعني ومميزة. ويا ريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير.
آه، عشان يعني تشجعونا اللي احنا نعمل فيديوهات تانية ونستمر في هذا الأمر يعني. ما تنسوش وانتظرونا قريبا جدا.